عملنا مع بعض قبل كده كرواسون وعملنا مع بعض الدوناتس. عملت لكم النهارده حاجه ما بين الاتنين، ما بين الكرواسون وما بين الدوناتس، مش هيخليكي تعملي دوناتس تاني. حاجه كده وهم بجد. عجينه حلوه جدا، هشه اقتصاديه. ما فيهاش مكونات كتير خالص. بكوبايتين ونص دقيق عملنا المهرجان ده. تعالوا كده نشوف عملنا ايه بالظبط. جبت كده بولة او حطيت فيها كوباية من المية الدافية، وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر، وهقلبهم كويس جدا لحد لما احس ان السكر داب. بعد كده بحط عليهم بيضاية بدرجة حرارة المطبخ، وبرضه هقلبهم. واكون محضرة بقى كوبايتين ونص دقيق متعدد الاستخدامات. خلي بالكم يا جماعة، الايام دي الدقيق في يعني غش كتير جدا، وانواع كتير جدا من الدقيق بتسيب يعني الإدام، او بتسيب اي حاجه بتكوني حطاها فيها ميه او سمنه بتسيبها. فخلي بالكم جيبوا حاجه كويسه، يعني دي يكون نوع كويس. بعد كده يا دوبك بس بعجنها لحد لما الدقيق يختفي، بحط عليهم بقى معلقه كبيره من السمنه، من الزبده سوري، تكون طريه بدرجه حراره المطبخ، وافضل بقى اعجن. هقول لكم هنعجنها ازاي. عايزه كده زي ما يكون بتطبقيها، تطبقي كده وبعد كده تلفيه. في الاول بتبقى طريه، وبعد كده بقى بتبتدي تفتت منك، وبعد كده تتلم معاكي وبتبقى طريه جدا بالشكل ده. لمت معايا زي ما اكون بطبقها وبعد كده بضربها في الطبق وارجع المها تاني، وهكذا لحد ما تبقى معايا ناعمه قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتبقى طريه وتحسي ان هي مليانه هوا. الخطوة دي مهمة جدا في العجن عشان تطلعي النتيجة اللي شفناها في أول الفيديو. شايفين؟ تحسي كده العجينة تضغطي عليها كده تحسي ان هي مليانة هوا، خفيفة بس مليانة هوا. هغطيها بس مجرد 10 دقايق بريحها، وبعد كده بقى بجيب رشة دقيق كده على البورد بتاعي، وابتدي ان انا اجيب كده قطعة من العجين، او اجيب العجينة على بعضها وافردها كده، رشة دقيق من فوق ورشة من تحت، وابتدي كده افردها السمك اللي انتوا شايفينه ده.